ماشي بالليل في امان الله، اتفاجئ بصاحبنا ده ماشي قدامي، لا لمبه ولا كشاف ولا عاكس ولا الهوا. طفيت النور اختفى كانه مش موجود، حرفيا كانه مش موجود. دايما على الطرق اللي بين النجوع والقرى وحاجات زي كده تلاقي مركبات زي كده ماشيه بدون اناره وبدون اي حاجه. وبص كده قدامك مع اضاءه العربيه المقابله بيبقى صعب ان انت تشوفه. عاوز اقول لك دلوقتي احنا شايفينه كويس لان احنا ماشيين بالراحه فاكتشفناه. لكن لو العربيه اللي قدامك والمقابله ليك نورها قوي حرفيا مش هتشوفه. يا راجل ده لو جاب كيس شيبسي حتى هيقدر انه يبان، هتقدر ان انت تشوفه، هيقدر انه يحمي نفسه ويحميك، لان انت لو لبست فيه هتبقى كارثه كبيره بالنسبه لك وبالنسبه له، هيبقى مميت ليك وليه. فدايما خليك حذر في الطرق بتاعه القرى والنجوع من حاجات زي كده ممكن تقابلك. وطبعا الطريق بيبقى ضيق ورايح جاي، فدي مشكله كبيره جدا. زي ما انت شايف انا ماشي على طريق تاني اهوت، في موتوسيكل قدامي بس ما حدش شايفه. ركز كده، كده بان اهو، لان انا كبرت الصوره. برضو ولا لمبه ولا كشاف ولا اي حاجه. انا بقول حتى لو جاب حته كيس شيبسي هيبان شويه، لكن طبعا مصيبه في نفس الطريق وانا ماشي هيقابلنا توك توك. التوك توك مش باين برضه غير لما هنقرب منه جامد. وطبعا علشان مفيش عربيات مقابله ليا فطبعا انا شايفه وانتوا شايفينه كويس. بص كده على التوك توك هتلاقي الكشافات بتاعته كلها بايظه. يعني الكشاف اللي على ايدك اليمين ده ما فيهوش حتى عاكس، لانه يبدو ان هو مغير الباغه والباغه مش اصليه فما فيش عاكس. والكشاف اللي على ايدك الشمال مسوده، اللي هي ناقصه سواد. يعني ما انت كده كده ما انتش باين. ركز بقى معايا اول ما عربيه هتقابلنا، احنا شايفينه كويس اهو. بص كده اول ما العربيه قابلتنا هتحسه اختفى، او الاضاءه بتاعته، او ان انا ما عدتش شايفه كويس. بص كده العربيه اللي بعده بتحس انه اختفى في نور العربيه ايه المقابله. فطبعا دي حاجه كارثيه، لابد ان احنا ناخد بالنا منها. لابد الناس دي تفوق لنفسها، لان انت بتعرض نفسك وغيرك للخطر. وفي طرق بسيطه قوي وحيل بسيطه تقدر تعملها، وحيل غير مكلفه تحمي نفسك وتحمي اللي حواليك. يلا نشوف هي ايه. طيب دي الحاجات اللي هنجربها. اول حاجه ده عاكس لونه ابيض، ده عاكس لونه سيلفر او نيكل. خلاص. وده برضو عاكس تاني هنجربه. وده الاهم بقى، كيس شيبسي. خلاص ده مش مقاطعه على فكره، مصري. خلاص فده ارخص حاجه. يعني عاوز اقول لك ان دول الاثنين ب 20 جنيه، دي ب 10 جنيه. وطبعا ده كيس شيبسي يعني كلته. خلاص رغم ان انا ما بحبش الشيبسي والله ولا بشتريه اصلا، بس عشان خاطركم بقى اضطريت اجيبه، وبعدين استحرمت بقى ان انا ارميه فكلته. وادي الكيس اللي هنجربه. يلا بينا. علشان التجربه بتاعتنا تبقى واقعيه ودقيقه جبت لكم تروسيكل قديم ما فيهوش لمبات اصلا. يعني بص مكان اللمبات ده متآكل تماما. خدت بالك نفس الموضوع من هنا مفيش لمبات. وهنجرب عليه العواكس بتاعتنا وهنجرب عليه التجربه بالكامل. يلا بينا. طبعا خلينا نتفق ان الصح ان هو يركب لمبات، بس عشان ما تبقاش احلامنا خياليه او ورديه او بنقول كلام صعب تنفيذه، فبنطرح افكار سهله للناس دي انها تنفذها بحيث تحمي نفسها وتحمي غيرها من الضرر اللي ممكن يحصل. ده كيس الشيبسي انا ضايف فيه دبل فيس، اللازق اللي هو الدبل فيس اللي هو بيلزق من ناحيتين ده، خلاص عشان يثبته. وهنجيبه كده خلاص كده اتلزق. طبعا ممكن تجيب اي لزق او تثبته باي طريقه انت عاوزها، بس هو كده ايه خلاص اتثبت. وتقدر تستخدم التروسيكل او تستخدم اي مركبه من اي نوع سواء توك توك او تروسيكل او اي شيء، وتحط ان شاء الله كيس شيبس زي ده. خلينا بقى ندخل جوه العربيه ونشوف تاثير كيس الشيبس ده عامل ازاي. يلا بينا. لاحظ بقى الانعكاس اللي عامله كيس الشيبسي ازاي هو واضح في نص التروسيكل، وطبعا عامل انعكاس قوي. خليني كده اخفض الاضاءه، واخد بالك انه في النص ظاهر وقوي وعامل انعكاس مع اقل كميه اضاءه ممكنه برضه ظاهر وباين. فده الحد الادنى من الحاجات اللي انت تقدر تعملها. خلينا بقى نركب بقيه العواكس ونشوف تاثيرها هيكون عامل ازاي. هنجيب اول عاكس اهو. طبعا العاكس بيبقى فيه اللزق بتاعه. فيها برضو ايه لا حته دبل فيس كده. ممكن نحطها هنا مثلا. بص طبعا احنا ماشيين من بعيد اهو،
العواكس طبعا منوره وكل حاجه، ولكن يظل كيس الشيبسي هو يعني ايه الاكثر او الافضل ما بينهم كلهم. خدت بالك؟ بالنسبه للسيلفر والابيض، حاسس ان الابيض طبعا باين، السيلفر عامل انعكاس ولكن مش قوي زي الابيض، فاقدر اقول ان الابيض احسن من السيلفر بالذات مع اللون اللي زي الاحمر. بالنسبه لي اللمبه اللي هي فوق او الجزء اللي فوق باين برضو، ولكن طبعا هم احسن بالعكس. كده بص مع الاضاءه العاليه العواكس او اختفت، اصبح ان اللي باين البتاع اللي فوق، العاكس اللي فوق وكيس الشيبسي. ويظل كيس الشيبسي طبعا مسيطر على افضل حاجه لان طبعا حجمه كبير. فيا جماعه الموضوع مش محتاج تكلفه كبيره، مجرد كيس شيبسي هتلزقه على ظهر التروسيكل او التوك توك او اي حاجه، هيساعد الناس انها تشوفك وهتحمي نفسك وتحمي اللي حواليك، وربنا يسترها علينا جميعا ان شاء الله. طبعا ما ننساش اخواننا من الدعاء، ما ننساش نستمر في المقاطعه، وربنا يعفو عننا وعنهم جميعا يا رب. السلام عليكم.